احنا نقول يعني قبل الشيخ ربيع طعنوا في الشيخ عبد العزيز ولا لا؟ طعنوا في الشيخ محمد أمان. أما الشيخ محمد أمان فقد ناله الحظ الأكبر والنصيب الأعظم في السب والشتم، بل كانوا يقولون أن الشيخ محمد أمان 3 نجوم، إيش يسمونه؟ نقيب في المخابرات، والشيخ ربيع أبو خيط واحد، أبو دبورة واحدة. شوفوا التصنيف، والله يا أخوان هذا كله سمعناه وناقشناهم، يعني سبوهم سب لا نظير له. فإحنا نقول الحمد لله. ناس والله إحنا نقول أنتم إذا فيكم القدرة والقوة، مؤلفات الشيخ محمد أمان وأشرطة الشيخ محمد أمان تملأ الدنيا، مؤلفات شيخنا الشيخ ربيع تملأ الدنيا. طلعوا منها خطأ في باب الاعتقاد، طلعوا منها خطأ في باب المنهاج، طلعوا منها خطأ في باب السنة، يقدرون والله نتحداهم. لكن إيش يقولون؟ طعن عام، مباحث. إيش المباحث؟ أنا أذكر الشيخ رحمة الله عليه ابن غديان جو وقالوا يقولون أن هذا محمد أمان وما أدري من وهذا مباحث. قال يعني وش يقولون؟ قال يقولون مباحث. قال يعني وش مباحث؟ قال يعني يقولون أنهم مباحث حق الدولة. قال عجيب، وش فيها؟ رحمة الله عليه الله. قالوا في دولة ما فيها مباحث؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل العيون يعني شنو؟ قال لهم تسمونهم مباحث؟ قال احنا في الشرع نسميهم عيون. المباحث يعني عيون للحاكم على ايش؟ المجتمع والبلاد والثغور والحدود كلها، يشوفون اي شر يخبرون. قال ضروري. قال اجل لو قامت لكم انتم دولة ما تبي تحطون مباحث؟ الان مثلا هم لو قامت لهم دولة ما بيحطون مباحث؟ ما بيحطون مخابرات؟ هذه مسكوا مصر الآن صحيح؟ ألغوا المباحث، ألغوا المخابرات، ما ألغوا، بالعكس راح إيش؟ يزيدون